مساء الخير عليكم. ظهرت الفترة ديت مقاطعة شديدة جدا لبعض المنتجات والشركات والمطاعم علشان الحرب اللي دايرة اليومين دولت، ولكن يا شباب في بعض المطاعم والشركات اتظلمت جامد جدا في المقاطعة ديت. الشركات ديت في منها شركات مصرية وعربية ملهاش علاقة بكل اللي بيحصل ده. هتكلم النهارده عن واحدة من الشركات ديت وهي شركة ماكدونالدز. تابعوا معايا الفيديو وهتشوفوا حقائق وتفسيرات أول مرة تعرفوها. في البداية كده شركة ماكدونالدز هنتكلم عن مان فودز مصر، والشركة ديت مصرية 100%، وبيملكها رجل الأعمال الشهير المحترم ياسين منصور. شركة مان فودز مصر بيشتغل فيها أكتر من 5000 فرد مصري، بالإضافة لكده إن هي بتوفر آلاف من فرص التوظيف لشباب كتير مصري، لأن هي بتدعم حوالي 11,000 عائلة مصرية. وعايز أقول لك كمان إن أكتر من 90% من منتجات ماكدونالدز كلها بتيجي من موردين مصريين ملتزمين بمعايير صارمة لجودة وأمان الأطعمة. عايز أقول لكم كمان إن شركة ماكدونالدز ليها أعمال خيرية وأعمال اجتماعية في البلد جميلة جدا، هنتكلم معاكم عنها دلوقتي. في 2009 قامت شركة ماكدونالدز بتبني عزبة خير الله، والجمعية ديت كان أهم حاجة عندها إن هي بتركز على رفع التنمية ومستوى المعيشة للأطفال اللي في المناطق العشوائية. وفعلا نجحت شركة ماكدونالدز إن هي تجدد 22 حضانة و8 مدارس ابتدائي. الجميل بقى ان الشركه دي كمان عملت اتفاق بينها وبين كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان بان هي بتوفر فرص توظيف وتدريب داخلي للطلبه. ومش فرع مصر بس، تعال بقى نكمل مع بعض كده ونشوف ان السعوديه كمان اصدرت بيان خطير جدا. تعال نسمعه مع بعض. اكدت شركه ماكدونالدز السعوديه ان هي شركه سعوديه 100%، والسعوديه اصدرت بيان خطير جدا من بعد الموقف لما لقوا الجنود الاسرائيليين بيتوزع عليهم وجبات ماكدونالدز. طبعا الكلام دوت خلى بعض الشباب العربي يهيج ويثور ضد شركة ماكدونالدز، بس السعودية بترد وبتقول إن كمان ماكدونالدز السعودية هي شركة سعودية 100%. كما نفخر أن شركة ماكدونالدز السعودية هي شركة سعودية 100%، وهي تعتبر ملك لشركة الرياض العالمية للأغذية والإدارة الكاملة ليها، بمشاركة مع شركة علي رضا السعودية. والأرباح يا جماعة اللي بتطلع من ماكدونالدز السعودية بتطلع للشركتين دول بس. وكل علاقة بقى ماكدونالدز السعودية بماكدونالدز الأم إن هي بتستخدم العلامة التجارية زي مصر بالظبط. نفهم بقى عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط، لان ما ينفعش اول ضربة لينا تيجي فينا.